كيفكم؟ هذا المقطع الفيديو لا للضحك شباب، لا للمسخرة، بس حابب احكي كم كلمة بقلبي وجههم بس. رجعت بالزمن انا 3 سنين لورا، ما بدي لكم ارجعوا معي 3 سنين. كنت عايش بجنة، كنت عايش بالنعيم، كنت عايش ملك سلطان زماني بسوريا، قبل الأوضاع، قبل كل الشغلات اللي صارت معنا بسوريا. كنت ما بعرف إنه شيء اسمه كره، ما بعرف شيء اسمه حقد، ما بعرف شيء اسمه واحد إنسان يحقد على الإنسان، ما بعرف إنه سوري بياكل سوري، ما بعرف إنه نحن بناكل بعضنا. ما كنت بعرف هذا الشيء. إنه لما يجي واحد يقول لك أنت سوري لاجئ، أنت سوري شو جابك لهون، زي الحارب بلدك، عشان بتقهر ولا ما بتقهر. سؤال المغتربين، يعني حد مبسوط إنه عايش بالغربة؟ أكيد كله استفاد من الوضع اللي صار بالبلد، في منه استفاد في منه ما استفاد طبعا. أنا هاي 3 سنة إلي بعيد عن أهلي، بعيد عن رفقاتي، بعيد عن أخواتي، بعيد عن الناس اللي حبيتهم، اللي عشت معهم، قضيت معي طفولتي معهم. أكيد هالكلام بيأثر على كل العالم، مو علي بس. أكيد كتير في عالم متغربة عن أهلها، عن أخواتها، وهلا رمضان جاي علينا. هذا ثالث رمضان إلي هون برات البلد. كل بيعرف سوري بيعرف إنه رمضان رمضان بسوريا بس، ما بأي دولة. اشتغل انتي بالغربة، وليش اشتغل مع واحد غريب؟ اشتغل عند ابن بلدي أحسن، ما هو أحنا ليه؟ تشتغل عنده، ساعده، تدعمه، اشتغل له من قلبه رب. لما بيجي لعندك بيعطيك مصاري، بيعطيك اياهم بلا نفس، هو ما بيعطيك اياهم. ليش؟ لأنه سوري، انت ساعدته، هذا ابن بلدي. كثير عم يصير معنا هاي الشغلات بالغربة. أكيد كل شي واحد مغترب وين ما كان، تركيا، أي دولة عربية، بناكل بعضنا. نحن عم ناكل بعضنا. حاول بكفي ناكل بعضنا، والوضع ما راح ينتهي أبدا. حاج تقول الله يفرج علينا ونحن بناكل بعضنا جد. فكر بأهلك، فكر بأخواتك، فكر بالناس اللي حبيتهم، انك بعدت عنهم، انك عشت سنين بلاهم. فكر بس. قول انا بدي ارجع الوطن، بدي ارجع سوريا، ما عاد بدي رمضان برا سوريا، ما عاد بدي اعيش برا سوريا، ما عاد بدي انزل، ما عاد بدي اشوف الزل. حاج بكفي. اتمنى يكون وصلت رسالتي بس، بنحب بعض بس. شكرا لاستماعكم إلي.